في الفيديو اللي فات من سلسلة انطق صح اتكلمنا عن ازاي ننطق صوت الشورت يو. النهاردة هنتعلم ازاي ننطق رابع صوت من الأصوات المتحركة القصيرة وهو صوت الشورت اي. والصوت ده بنقوله كده ايه، ونطقه بيتقسم ل3 حالات. وطبعا أول حالة هي الكلمات اللي بتتبع نمط consonant vowel consonant زي win sit وhit. الحالة التانية هي بعض الكلمات اللي بتبدأ بحرف الاي زي it if وinsect. طبعا ده مش معناه ان كل كلمة بتبدأ بحرف الاي هنستخدم معاها صوت الشورت اي، لان في كلمات تانية كتير بتبدأ بحرف الاي بس بنستخدم معاها اصوات تانية زي اللونج اي، ودول هنتكلم عنهم في فيديوهات تانية قدام. الحالة التالتة هي كلمات بننطق فيها حرف الواي كأنه شورت اي زي جيم سيستم وميث. وزي ما انتوا اكيد لاحظتوا حرف الواي في الكلمات دي كان تاني حرف في الكلمة وبين صوتين ساكنين. وطبعا ده مش معناه اننا دايما هننطق حرف الواي كأنه شورت اي، لان في كلمات تانية كتير بيكون ليه فيها اصوات مختلفة ومنها اللي ليه القواعد بتاعته، وده برضه هنتكلم عنه في واحد من الفيديوهات اللي هننزلها قدام. اخر حاجة هنتكلم عنها بخصوص الصوت ده هي ان في كلمات ما بتتبعش قاعدة او نمط معين وبننطقها بصوت الشورت اي زي women busy وانجلش. عشان تتدربوا على نطق الصوت ده ارجعوا للكلمات اللي استخدمناها كأمثلة في الفيديو، وقفوا الفيديو وجربوا تنطقوهم. في الفيديو الجاي من السلسلة دي هنتكلم عن خامس صوت من الأصوات المتحركة القصيرة وهو صوت الشورت او. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تتابعونا عشان تستفيدوا بالمحتوى اللي احنا بننزله على صفحاتنا.